السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. الجو سقع بقى والشتا دخلت علينا. تعالوا نعمل تحلية حلوة قوي قوي ومناسبة قوي للجو ده. هنعمل مع بعض طاجن بطاطا بقرع العسل بالبشاميل، طعمها تحفة، حلو جدا وغرقانة بالكراميل. تعالوا نعملها مع بعض بالتفصيل، وما تنسوش الاشتراك واللايك. يلا بينا نخش على الطريقة ونقول بسم الله. المكونات بتاعتنا بسيطة خالص. قرع عسل وبطاطا. هناخد كمية متساوية من البطاطا وقرع العسل، وهنحطهم في حلة على النار واسيبهم يستووا. انا قرع العسل ببقى مخزناه في الفريزر، فبطلعه بالاستخدام على طول كده زي ما انتم شايفين. هحط عليهم نص كوباية مية مغلية واحطهم على نار هادية خالص لحد ما يستووا. هنعمل مع بعض بقى البشاميل اللي هنحطه على الطبقة اللي على الوش. عبارة عن لتر من اللبن او الحليب، وعليه 3 معالق من النشا و3 معالق من الدقيق. هنقلبهم كويس جدا مع بعض وهحطهم على النار. وحطيت عليهم معلقتين من السكر، مرضتش ازود السكر قوي عشان لسه هقولكوا هنحط حاجات مسكره في حتة تانية، فعشان الدنيا متبقاش مسكره قوي يعني. هقلبهم كويس قوي قبل ما احطهم على النار عشان ما يكلكعوش ما يتحطوا على النار. طبعا اللبن او الحليب يكون بارد. واحط عليهم مكعب حلو كده من الزبده، وهنزل بيهم على النار. وطبعا كمان حته من القشطه لو موجود، لو مش موجود خلاص. بس كل الاضافات دي بتدي طعم حلو قوي للبشاميل. هنستمر في التقليب كده زي ما انتم شايفين، لحد ما نشوف القوام كده حلو قوي، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، قوام مظبوط. واول ما نلاقيه بدأ يتبقبق كده من على الوش، يبقى خلاص ندفع عليه ونشيله على طول. هنعمل تالت حاجة معانا وهي الكراميل. هجيب طاسة واحطها على النار، وتكون نار متوسطة مش نار عالية. واحط فيها 3 معالق من السكر، ونفضل نقلب فيهم، مش هقلب فيهم لغاية ما الاقي الخط البني من على الاحرف كده ظهر. نبدأ بقى نقلب فيه لحد ما يبقى السكر دايب معانا خالص كده وبقى سائل. هزود عليه نص كوباية من المية، وهقلبهم كويس جدا لحد ما اتاكد ان السكر كله دايب مع الميه، وهشيلهم على جنب. كده الكراميل كمان خلص. البطاطا كانت استوت هي وقرع العسل. هحط عليها 3 مكعبات من الزبده، او معلقه كبيره من الزبده زي ما تحبوا. ودي كوبايه صغيره من دبس التمر. لو مش متاح دبس تمر ممكن نحط عسل اسود، او ممكن نحط سكر، اي حاجه موجوده عادي مفيش اي مشكله. بس هو دبس التمر والعسل الاسود بيدوا طعم حلو قوي. وهضربهم كويس جدا بالهاند بلندر او في الخلاط لحد ما اتاكد ان هي كلها بقت ناعمه جدا ما فيهاش اي تكتلات. تمام. نستمر كده في الضرب زي ما انتم شايفين. وبعد كده هحط عليها 3 معالق من النشا او معلقتين نشا، لان قرع العسل بينزل ميه كده شويه كتير، بينزل ميه غير البطاطا. فعلشان خاطر ما يبقاش البطاطا معانا او الصينيه من تحت تبقى سايله كده، فهنحط معاها معلقتين نشا تظبط القوام. وهاحط ده اختياري، معلقتين صغيرين أو معلقة صغيرة من القرفة. القرفة بتدي طعم حلو جدًا مع البطاطا. ده اختياري، اللي عايز يحطها يحطها واللي مش عايز براحته. هنجيب صينية وهندهنها من تحت بالزبدة، وهننزل فيها بالبطاطا وقرع العسل، ومن على الوش خالص هنحط البشاميل. وهندخلها الفرن يكون متشغل من قبل ما نبدأ فيها. وهنسيبها حوالي تلت ساعة تقريبا. أنا حطيت معلقة صغيرة من البيكنج باودر. تمام. دخلتها الفرن وطلعت معانا بالوش القمر اللي انتوا شايفينه ده. طلعت طعمها بجد كان خرافة، حلو جدا. شايفين بقى الكراميل اللي حطيته على الوش بتاعها بقى غرقانة بالكراميل كده، طعمها تحفة. جربوها بجد هتعجبكم جدا، وما تنسوش الاشتراك واللايك والكومنت الحلو. وبألف هنا والشفا. شايفين القطعة طالعة عاملة ازاي، حلوة جدا ومتماسكة. آه نغرقها بقى كراميل برضه عشان انا بحبها قوي بالكراميل، بحب احط عليها كراميل كتير قوي. بجد كان طعمها تحفة. انا عشان كده مزودتش السكر في البشاميل وانا بعمله، لان احنا حطينا دبس تمر في البطاطا ذات نفسها، والوش حطينا عليه كمان كراميل، فعشان مبقاش الدنيا مسكرة قوي وتجزع. يلا تحلية لذيذة وجميلة قوي ومناسبة قوي الاجواء الشتوية اللي احنا فيها. جربوها، متنسوش تقولي رأيكم فيها ايه.